أكيد نرحب معنا هنا في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي اللي راح يتكلم معنا عن موضوع حساس جدا من منظار ديني، السحر، الكتيبة، التعويذة، الشعوذة، الدنبوش. طبعا تتعدد الأسباب لكن الموضوع واحد. فضيلة الدكتور أهلا وسهلا بك، نورتنا، صباح الخير. أهلا. طبعا هو موضوع شائك وحساس جدا، نحن تطرقنا إلى الموضوع البارحة ولكن من زاوية الدراما الخليجية ببرنامج شر النفوس، مسلسل عرضناه على شاشة MBC. اليوم رح ندخل أكثر بتفاصيل هذا الموضوع، ولكن اسمحوا لنا فضيلة الشيخ ومشاهدينا أن نتوقف مع تقرير من المغرب يتحدث عن هذا الموضوع ونعود إليكم، ابقوا معنا. الجن عند الإنسان عندنا ثلاثة أسباب، يعني سحر أو ظلم أو عشق. في أزقة ضيقة غير معبدة في مدينة أزمور المغربية يسكن عبد السلام الكاموني الذي يصفه أهالي مدينته بأشرس من يصرع ويصارع الجن. في عيادته التي خلت من الأثاث إلا من بساط قديم تجلس 5 نساء يعانين أعراضا مختلفة. أتحدى أي شيخ وأي معالج على وجه البسيطة، الكل عنده حالات مستعصية في القرآن. ركز على قراءة الفاتحة، الفاتحة هي الرقية، فاتحة الكتاب هي الرقية. وإذا كانت حالة سحر نركز على آية السحر كما شاهدت في الحالة ديال السحر المركب. الأجواء الهادئة لا تبقى دوما كذلك، فالعاصفة يسبقها ويتبعها الهدوء. النساء المنقبات الجالسات أمامنا اختلفت أصواتهن وتصرفاتهن بعد الرقية، بل وأعلن التمرد على معالجهن الأربعيني. الجني يضعف، يعني يضعف، ممكن الجني يأخذ معك سنة من الوقت، سنة من الوقت يتكلم معك ما يروحش، يروح بإذن الله، ولكن الأمراض تخفف شيئا ما. الله أكبر الله أكبر. فاتحة الكتاب وبعض الآيات القرآنية وزيت الزيتون وعصا هي أسلحة الكاموني في مواجهة الشياطين والجن التي احتلت هذه الأجساد الآدمية ظلما وبهتانا بحسب الكاموني. تنكون واقفة كضربني الضوء من رجليا ما تنبقاش نعقل، واخا تكون 3 أيام أو 4 أيام من تنفيق نسحب راسي هذاك النهار. ما كنعرفش دابا من رمضان ولا من يعني 3 سنين ما كنعقلش لا رمضان كيف دير، واش كنصوم ولا ما تنصوم. ملي جيت عنده وليت شويه الحمد لله كيقرا عليا، كنعقل على راسي شويه ولا كما كنغيب لحظات، كنغيب كيقرا عليا كنرجع للدار بخير الحمد لله، كيف راسي مخفف عليا. هذه الفتاة ليس لديها نصيب من التعليم، لكنها ما أن يقرأ عليها الكاموني رقيته القرآنية حتى تتكلم بلغة فصيحة. ساعدتني بإذن الله، ساعدتني بإذن الله، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين، لك الحمد. بعض زائرات الكاموني اللواتي كن يتمرغن على الأرض قبل قليل رافضات لسماع الرقية يعود لهن الهدوء بعد جلسة العلاج المرفوقة بسيل من الضربات. هذه الفتاة تدعي أن ملك الجن اتخذ من جسدها مسكنا له، لذا أخضعناها وضيفها الجني لاختبار لم نخرج منه بنتائج واضحة. طيب شمروش، كيف تثبت لي أن أنت شمروش؟ كيف يعني أنا مين؟ من أي بلد؟ عراقي. وكيف تثبت أن شو سميتي؟ أسامي ما بجيبهم أنا الحالات أقول. كم سنة صار لي في المغرب؟ ما بين 5 سنوات. العلاج بالرقية وارد ومنتشر في بلادنا العربية، لكن الجزم بمصداقية المعالج هو ما يحتاج إلى تفكير وتأمل. من مدينة أزمور المغربية، محمد العرب، وصباح الخير يا عرب.